ده واحد من اساطير الفول المصري الاصيل، الفول البلدي ابو دقه حمراء، والطعميه اللي بتبز كريمه من كل حته. وده مش اول ولا تاني مره ناكل من عند المعلم. السندوتشات المصريه، عيش الطقه المصري، والبطاطس الجمبري اللي يخليك تغرق فيها. وانا عايز اقول لك ان دي المره الخامسه بالنسبه لي في مطعم المعلم، وده لان حرفيا باخدها خروجه فطار ساعه صبحيه، لانه موجود تحت كوبري القبه عند وزاره الدفاع، نمبر 1 في مصر. ده كده لان المعلم بيستخدم الزبده البلدي في اي ميك للاومليت اللي عنده. يعني السلطه الخضراء والبتنجان المخلل، وده غير اختراع تورته المعلم وسكالانس المعلم وديناميت المعلم. مش بقولك اللي ما اكلش من عنده بقى فايته، وزي ما بتاع الاتوبيس قال يبارك لك ولا حدش يكارك لك. بمعنى صح، المكان ده موجود كل الفرايدي في الفطار المصري الاصيل، من اول دقه طعميه وهي نازله كده في الزيت لحد البطاطس الجمبري، وده كله يكفى بس حب الناس لمطعم المعلم. ربنا يموتكم بالسلامه وياخدكم بالراحه ويدفنكم مع بعض عشان تسلوا بعضين. وهسيبك بقى مع تورته المعلم. ويلا بينا عشان صدقوني جعت زيكم بالظبط. وانا عايز اقول لكم ان السفره دي تقضي 3 4 5 6، لان الترابيزه دي اكادوا من كتر فرط الجمال واذوق. وعشان كده اكتر حد هيعمل منشن في الكومنتات هعزمه على صرح عالمي من عند المعلم. وطبعا التورته دي طلعت حاجه في الهوي منه فيه. وطبعا وانت هناك صدقني لازم تعمل الميكس الخطير ده، طعميه كيري على بابا غنوج على بتنجان مخلل، هيخليك اخر سلطان. ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني سكالانس المعلم. ومفيش احلى من انك تخلص الفطار من عند مطعم المعلم، بص قدامك الناحيه الثانيه هتلاقي كريم العربي مع احلى شوب عصير قصب تحبس بيه بعد الفطار المتين ده. ولو وصلت لحد هنا انا عايز اقول لك ان انا بحبك، وي هاف ا نايس تايم.